السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم قاليط سهل، مكونات بسيطة وسريع في التحضير، كيجي لذيذ بزاف. توجدوه هكا الوجبة ديال الفطور او الكوتي او تصيفطوه مع الوليدات المدرسة. كنتمنى الوصفات تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في الكاليط ديالنا، هنا عندي 2 حبات ديال البيض اللي يكونوا من الحجم الكبير، عندي كاس قل 4 ديال الزيت، نص كاس ديال سنيده، واحد معلقه كبيره ديال العسل اللي تكون عامره مزيان، عندي الدقيق حسب الخليط، في الاخير غادي نقول لكم شحال دخلت فيها، عندي واحد خماره حمراء من فئه 8 غرام، واحد كيس ديال الفاني، وعندي واحد قبيصه ديال الملحه. دابا ندوزو لطريقه التحضير. هنا في واحد القصريه كنوضع 2 حبات ديال البيض اللي من الافضل يكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف نص كاس ديال سنيده، كيس ديال الفاني، ممكن تنسموا باي حاجه نتوما كتفضلوها سواء البرتقال او الحامض او النافع. غادي نضيف واحد قبيصه ديال الملحه وغادي نخلط هاد المكونات جيدا حتى يندمج البيض مع السكر. هنا من بعد ما خلط البيض والسكر حتى ندمجو مزيان كنضيف الزيت، وبنفس الطريقه كنخلط حتى كتندمج الزيت مع باقي المكونات. كنضيف معلقه كبيره ديال العسل، وغادي نخلط جيدا حتى يندمج العسل مع باقي المكونات. غادي نضيف واحد كيس من خميره الحلويات، وغادي نخلط جيدا حتى تندمج الخميره مع الخليط. عاد نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. صافي هنا كنبدا نضيف الدقيق بالتدريج حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. هنا راني عبرت 500 غرام، وفي الاخير غادي نقول لكم شحال دخلت فيها. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب الخليط، وكذلك على حسب الحجم نتاع البيض ونوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. صافي نستمر بحال هكا، كنضيف الدقيق بالتدريج وانا كنجمع في العجينه برؤوس الاصابع، ما كندلكوهاش حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه ما تكونش كتلصق في اليدين. ما خصش هاد العجينه تكون قاصحه نهائيا. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه ودخلت فيها الكميه الكافيه ديال الدقيق، هانتوما كما كتشوفوا العجينه رطبه، العجينه ما خصهاش تكون قاصحه. وبالنسبه للكميات ديال الدقيق اللي دخلت فيها 350 غرام ديال الدقيق، وها الكميه اللي شارت لي من 500 غرام دخلت فيها 350 غرام، ما تفوتوهاش. دابا غادي نبدا نشكل في العجينه.
هنا غادي نحتاج واحد الطاوه اللي كتكون مدهونه بالزيت، وممكن تفرشوا لها بابي كويسون. تناخذ واحد القياس من العجينه وتنكورها بهذا الشكل هذا. نتوما كتحكموا في الحجم نتاع الكويرات الا بغيتوهم صغار او لا كبار. صافي ملي كنكورها كنبسطها بهذا الشكل هذا باش ما كتجينيش غليظه بزاف، لان فيها الخميره مازال غادي تنتفخ. صافي كنحطها في الطاوه ونستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هذه الكميه كلها اللي عندي. هنا من بعد ما كملت هذيك الكميه كلها اللي عندي كنزيد نبسطهم واحد شويه باش ما يجيونيش غلاط بزاف. هذه من اسهل الوصفات اللي ممكن توجدوها، يعني في ظرف نصف ساعه كيوجدوا. هنا غادي نحتاج واحد بيضه كامله، غادي نضيف عليها شويه ديال الكاكاو ونخلطهم مزيان حتى يندمجوا. عاد نبدا ندهن بها الحلوه ديالي. وممكن ديروا بيضه كامله مع قهوه سريعه الذوبان. غندهن الحلوه بالبيض غير بشويه باش ما كيطيحليش داك البيض في الطاوه، وتلتصق لي الحلوه. ندهنهم غير بشويه بشويه، ندهنهم من الوسط ومن الجوانب. غادي ندهنهم المره الاولى ومن بعد غادي نزيد ندهنهم المره الثانيه باش كنحصل على واحد اللون اللي تيكون مذهب وزوين. هنا كندهن الحلوه ديالي المره الثانيه باش كنحصل على واحد اللون اللي تيكون مذهب وزوين. وهنا غادي ندير لها خطوط بالشوكه على شكل زائد، والتزيين تيبقى على حساب الرغبه ديالكم.
من بعد ما كملت التزيين نتاع الحلوى غادي ندخلها للفران اللي تيكون مسخن من قبل. اللي كنبغي ندخلهم كندير النار اللي كتكون مهيله وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيبانوا لي نتافقوا تحمروا من التحت، عاد كنشعل عليهم النار من الفوق باش يتحمروا من الوجه ديالهم. وهذا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو اكثر من رائعين. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده.